صبحي عبد السلام قبل مباراة الأهلي وريال مدريد: أنا بشجع الزمالك بس. لحظة واحدة من فضلك، هو كان حد طلب تشجيعك؟ ده أنت لو قلت إنك هتشجع الأهلي أنا هبتدي أقلق فعلا، أصل واضح قوي تشجيعك وصل فرقتكم لفين. ومع ذلك يا سيدي تمام، أهو الراجل عنده مبدأ برضه، مش بيشجع غير فرقته، حقه، ما نقدرش نقول له حاجه. بس انا يا جماعه بحب قوي الناس اللي عندها مبدا. صبحي عبد السلام بعد مباراه الاهلي وريال مدريد: هشجع الهلال امام الريال. انت مجنون يا ابني؟ انا عايز افهم بس، هي دي شيزوفرينيا ولا اسمها ايه؟ هو انتوا مبدأكم انكم ما عندكوش مبدأ؟ انت مش لسه قايل انك مش بتشجع غير الزمالك وبس، دلوقتي هتشجع الهلال؟ ده على اساس يعني ان في حد في الكون مستني يعرف انت هتشجع مين. عموما بعد التصريح الخطير ده هنبتدي فعلا نقلق على الهلال. لا وبص بقى على الكوميديا اللي جايه دي، ناشر صوره استوديو قناه الاهلي وهم عاملين كلهم خمسه في وشه وبيقول لهم: وانتوا عاملين ايه دلوقتي؟ هو مفيش دم؟ مفيش دم؟ لا واضح ان مفيش خالص. يعني انت جايب صوره استوديو الاهلي وهم بيحتفلوا بعد ما رزعوا فرقتك بالخمسه، ده غير بقى ان الفرقه اللي شالت الخمسه دي لسه واخده ثلاثه برضه. ومش بنتكلم هنا على الثلاثه بتوع فاركو، لا انا بكلمك على الثلاثه اللي الاهلي اداهم لكم، وليك عين تتريق على الاهلي اللي اتغلب من ريال مدريد بعد ما عمل مباراه تاريخيه وكان خسران 2-1 لحد الدقيقه 92 من المباراه، وكنا في الوقت ده مستنيين نتعادل. انت فاكر ماتش فاركو الاخير اللي خدته 3 فيه؟ انت عارف انت مسدد كام تسديده في المباراه دي على فاركو؟ 12 تسديده من ضمنهم 3 على المرمى. انت عارف بقى الاهلي مسدد على ريال مدريد كام شوطه؟ 15 شوطه منهم 5 على المرمى. انتوا متخيلين يا جماعه ان الناس دي بتتريق على الاهلي اللي بيلاعب ريال مدريد في نصف نهائي كاس العالم للانديه، اللي هم لو كانوا مكان الاهلي مثلا الماتش ده ما كانش خلص اقل من 10-12-0 مرتاح. صحيح ناس ما عندهاش دم. السلام عليكم، اهلا بيكم في حلقه جديده على قناتكم وصفحتكم برنامج الصليط الرياضي. وقبل ما نبدا نصلي على النبي عليه الصلاه والسلام، واللي ما اشتركش في القناه يشترك ويفعل زر الجرس، وما تنساش اذا عجبتك الحلقه تخبط اللايك. ويلا بينا نبدا. مصطفى جويلي الناقد الرياضي الزملكاوي تعليقا على خساره الاهلي من ريال مدريد يكتب على حسابه على تويتر: سيمفونيه يا جماعه، مزيكا. ايه ده؟ مين ده؟ انا معرفوش. تخيلوا لما يكون واحد بالعقليه دي رئيس المنظومه الاعلاميه لنادي الزمالك، ده ما حصلش حتى نقول عليه جمهور سوشيال. يعني لما يكون رجل مسؤول وتصدر منه تصرفات زي دي، استني ايه بقى من الجمهور العادي؟ لا وكمان بيسخر وبيتريق على النادي الاهلي عشان خسر من ريال مدريد في نص نهائي مونديال الانديه في مباراه هو اصلا بفرقته ما يحلموش يلعبوها. لا وامتى بقى بيسخر؟ امتى يا اخي؟ في الوقت اللي فرقته منصوح بيها من طوب الارض، من اسوان والمحله وفاركو، وحالتهم ما يعلم بها الا ربنا. ده غير ان بقاله 20 سنه ما شافش افريقيا وبيطلع حصاله. فازاي بقى يجي لك قلب تتريق على الاهلي بعد خسارته من ريال مدريد اقوى فريق في العالم؟ لا وهقول لك ايه، اذا كان ما فرقش معاك ان مرتضى طردك قدام الناس، فاكر ولا فكرك؟ لا ما حد ما يتكلمش. معلش لاخر مره، لاخر مره، انت مش على راسك ريشه من فضلك. ما هو انا كده بتكلم وانت حضرتك بتقاطعني، يبقى في عندك حاجه اهم من اللي انا بقوله. طب اتفضل حضرتك انتظر معانا في وسط زملائك. اتفضل يا عم. هنقول ايه بقى على اي حد اصلا ما فرقش معاه كرامته فهيفرق معاه خسارته او خساره فريقه من طوب الارض؟ ده واد جريلا. اي حد بقى يطلع في التلفزيون يقول لكم ان النهارده اداء الاهلي كان فخرا وفخر بتاع فخر ان هو متواجد في الحدث، لكن النهارده ما اعتقدش ان في ولا لعيب من النادي الاهلي بعد 10 15 سنه هيقدر يحكي لاولاده ان انا في الماتش ده عملت كذا قدام اللعيب الفلاني. مفيش. لا مسلم على مخك البلالان. عيش يا بحر العلم يا ترعه المفهوميه. والله يا ميدو انا مش عارف اقول لك ايه. انت عارف فرقتك دي اخر ماتش لعبته مع فريق اوروبي كان مع مين وامتى؟ كان مع اتلتيكو مدريد في استاد القاهره في احتفالكم بالمئويه، وكان في حضور 100,000 زملكاوي. يعني في استاد القاهره وفي حضور 100,000 زملكاوي. خسرتوا كام بقى؟ 4-1 ومن اتلتيكو مدريد مش من ريال مدريد، وما كانتش الفرقه فيها النجوم بحجم النجوم بتوع دلوقتي، وفي وجودك كمان يا نجم يا عالمي. وحتى الهدف اللي انتوا سجلتوه كان هدف كوميدي من ضربه جزاء مضحكه لغطاس بتاعكم الاباتشي بعد ما حسبها لكم الحكم الجميل سمير عثمان. وضعيه خطيره وفيها عقب. مش بقول لحضراتكم لو لاعبي نادي الزمالك شدوا حلوهم ركله جزاء، ركله جزاء لمصلحه نادي الزمالك ده. ولاعيبه اتلتيكو مدريد بيعترضوا بيقولوا طبعا ان الكوره من بره. يعني بص يا اخي، حتى في الوديات ضربات الجزاء المضحكه برضو معاهم، يعني غطسه ومن بره
وتتحسب ضربه جزاء. المهم بقى يا ميدو، ايه رايك بقى في النتيجه العالميه دي؟ ومش مع ريال مدريد في مونديال الانديه، في مباراه رسميه ومش في مصر، في المغرب، وسط جماهير مع الاسف كانت كلها بتشجع ريال مدريد. انتوا بقى كنتوا بتلعبوا اتلتيكو مدريد وفي القاهره وفي حضور 100,000 متفرج. طب افكرك بماتش تاني، فاكر لما اتغلبتوا من براشوف الروماني 7-1 في معسكركم في سويسرا 2009؟ براشوف الروماني اللي هي فرقه اصلا مش على الخريطه. فاحنا على النتائج بتاعتكم دي نقول ايه؟ عشان انت تيجي دلوقتي وتبخس بحق الاهلي ولاعيبته الارض وتقول محدش يقول ان الاهلي عمل اداء يفخر بيه. هو انت بقى كنت بتتفرج على ماتش تاني؟ يا جماعه الاهلي كان الند بالند لريال مدريد، والنتيجه اقسم بالله ما تعبر عن الماتش بالمره. واي بقى واحد كاره حاقد للاهلي يقعد يهبد عشان يطلع الكابتن اللي جواه، يعني الواحد بصراحه مش عارف يقول له ايه. انت كبرنا ما بتحسش يا تافه. الاهلي عمل ماتش محترم جدا قدام ريال مدريد. الاهلي خلق 9 فرص قدام بطل العالم. وخلينا نفكر الناس اللي سوري يعني بتستعبط وبتقول كلام مغير، دي فرصه محمد شريف في الدقيقه 18 وشفنا حطها ازاي. الفرصه الثانيه من رأسيه عبد المنعم، واللي لو كان خدها من فوق لتحت كانت هتشكل خطوره وبنسبه كبيره جدا كانت هتخش الجون، لكن للاسف هو خدها من تحت لفوق. الفرصه الثالثه كانت بتاعت محمد هاني، واللي لو كان بس ركز كده واداها صح لمحمد شريف اكيد برضه كان هيضيعها، بس هو كان عمل اللي عليه واداها له يمكن. الفرصه الرابعه كانت مراوغه من حسين الشحات من ناحيه اليمين وحطها حلو جدا في المرمى، لكن الحارس تصدى ليها ببراعه وشالها. ادي يا سيدي لحد دلوقتي 4 فرص في الشوط الاول، ولحد دلوقتي كانت النتيجه 0-0. نروح بقى للشوط الثاني. الفرصه الخامسه عن طريق حسين الشحات وما كانش فيها توفيق. الفرصه السادسه كانت عن طريق انفراد لمحمد شريف، وبصراحه مش عايز اعلق. فرصه 7 عن طريق محمد شريف برضه، وبرضه مش هعلق. الفرصه الثامنه بقى الاخطر والاهم، وكانت ممكن تبقى نقطه تحول في المباراه، لان النتيجه في الوقت ده كانت 2-1، ومع الاسف قفشه يهدرها بمنتهى الغرابه. يعني قفشه لو كان سجل دي كنا اتعادلنا ونبقى عملنا ريمونتادا مع ريال مدريد. اما بقى الفرصه التاسعه كان عن طريق رأسية طاهر وما كانش فيها توفيق، والحارس تصدى ليها ببراعه برضه. كل دي بقى فرص للاهلي قدام ريال مدريد، وتقول لي الاهلي ما عملش ماتش حلو؟ يعني ليه يا اخي نبخس بحق الفريق والمدير الفني المحترم ونضيع حقهم؟ يعني بدل ما تقول ان النتيجه مش معبره عن الاداء، وتقول ان الفريق عمل ماتش حلو بس خسر بتفاصيل واخطاء صغيره بسيطه، وكان ممكن لو الاهلي سجل هدف ولا 2 من الفرص اللي ضاعت، او متولي ما اخطاش الخطا بتاعه، او قفشه الكره العجيبه اللي هو ضيعها دي سجلها، كانت الدنيا ممكن تختلف. فمش عايزين يا جماعه نسمح لحد ان هو يقلل من قيمه فريقنا والمباراه اللي لعبناها. احنا كاهلاويه اكيد زعلانين اننا خسرنا، وده في حد ذاته يدل على عظمه وقيمه الاهلي اللي جمهوره زعلان ان احنا خسرنا من بطل اوروبا والعالم، لكن برضه فخورين بنادينا وادارتنا وجماهيرنا. نشكر اللعيبه، وبالاخص اكتر لعيبه انتقدناها الفتره اللي فاتت، زي محمد هاني اللي بيقدم اداء رجولي مش في الماتش ده بس، لا بقاله فتره من ساعه اصابه اكرم توفيق، وحسين الشحات اللي ما شاء الله عليه ربنا يحفظه ويستمر على كده ويحميه من الاصابات، بقى جناح مرعب. وطبعا محمد عبد المنعم مستقبل الدفاع في مصر، واللي اكتشفه كيروش بعد ما مشاه موسيماني عشان ما كانش مقتنع بيه. فشكرا لرجاله الاهلي، وبنقول لكم عندنا ماتش مهم جدا يوم السبت مع فلامينجو البرازيلي على البرونزيه، ماتش ربنا سبحانه وتعالى بيديهولنا كفرصه عشان ننهي مشاركتنا في البطوله نهايه سعيده ونرجع بميداليه رابعه لينا في المونديال. طبعا فريق فلامينجو فريق صعب ومش سهل، وكان عنده سوء حظ وبخت قدام الهلال السعودي، لعب ناقص لاعب بسبب الطرد شوط كامل، ومع ذلك وصل وسجل. الشوط الاول خلصان 2-1 للهلال من ضربتين جزاء، والشوط الثاني بيلعبوه كله 10 ناقصين لاعب واستقبلوا هدف واحد وسجلوا هدف. ففرقه محترمه ولازم نستعد لها كويس. نقفل صفحه ماتش ريال مدريد ونستعد للمواجهه الصعبه مع الفريق المحترم جدا فلامينجو. فكل الدعم للعيبه وكولر المدير الفني المحترم اللي طور من اداء لعيبه احنا كنا بنشتمها ليل نهار. كولر اللي رجع الاهلي للاداء الجميل وبيحقق المعادله الصعبه، الفوز والاداء. كولر اللي رجع شخصيه الاهلي وبيلعب وبيهاجم اي فريق بيلعبه. مدرب مكسب ولازم ندعمه معنويا وكمان بالصفقات اللي هو محتاجها، وعلى رأسها المهاجم. ان شاء الله لنا عودة مرة اخرى مع الراجل ده في المونديال، وهنكون بشكل مختلف ونوصل لنقطة ابعد من اللي وصلنا لها دي ان شاء الله. اخر حاجة بقى يا جماعة، في مشهدين بصراحة في المباراة يعني الواحد ما كانش يحب ابدا ان هو يشوفهم. اول مشهد وهو جمهور المغرب العربي الشقيق اللي بيشجع فريق ريال مدريد، مش عارف ازاي يعني، ومش هقول لك انتوا ما شفتوش المباراة
المصريين والعرب كانوا بيشجعوا المغرب ازاي في كاس العالم؟ لان مش مستني منك رد الجميل، عشان ان انا اما اشجعك ده مش جميل، ده واجب على كل العرب ان هم يقفوا جنب بعض. وعموما مش هنقف كتير عن القصه دي، وخلينا بقى نروح للمشهد الثاني بتاع الاخ محمد شريف اللي ما صدق الماتش يخلص عشان يجري على دكه ريال مدريد بيدور على فينيسيوس جونيور عشان ياخد منه تيشيرت. يعني عيب يا اخي، يعني حسسنا شويه ان دمك محروق. يعني مش كفايه حرقت دمنا في الماتش انت وقفشه، كمان رايحين تجروا عشان تاخدوا التيشيرتات؟ انت يعني عايز تاخد التيشيرت تتباهى بيه وسط اصحابك؟ اديك يا سيدي بقى شكلك وحش قدام الناس كلها. يا ابني انت بتلعب في فريق كبير اسمه النادي الاهلي. يعني شوف الفرق بين اللقطه بتاعتك وبين لقطه محمد عبد المنعم لما وقف في وش اللعيبه لما اتعاملت معاهم كده بشكل مش كويس، وكان عنده غيره على فرقته والتيشيرت اللي هو لابسه. الاهلي الفتره اللي جايه مش محتاج غير الرجاله اللي تعرف وتقدر قيمه تيشيرت الاهلي، اللي بتلعب عشان تصنع التاريخ لنفسها ولناديها، مش عشان تاخد لقطه ولا تيشيرت. احنا النادي الاهلي. كلمه وازاي ومش هيتوقف والكهرباء خلاص احنا مع كهرباء يلعب. ايه علاقه نادي الزمالك بكهرباء؟ هي ال 2 مليون دولار مستحقاته اللي حكمت بيها المحكمه. 2 مليون دولار مع فايده 5%. ماشي، ده حقوق الزمالك، مش عايز اكتر من كده. ادينا 2 مليون دولار الاسبوع اللي جاي ويلعب مع الاهلي. انت فاهم غلط يا عبد الشافي. 2 مليون دولار ايه اللي يدفعوا الاسبوع الجاي عشان كهربا يلعب؟ انت مش معانا ولا ايه يا راجل؟ ده حتى كهربا داخل قائمه افريقيا وانت جاي تقول لي يدفع الفلوس الاسبوع الجاي عشان يلعب. يا راجل ما تقولش كده. انا عايزك بدل ما تقول كهربا مش هيلعب، عايزك تبص كده على قائمه الزمالك الافريقيه وتدور لنا كده على الصفقات الجديده بتاعت الزمالك. بس انا عايز اقول لك من غير ما تدور وتتعب نفسك انك مش هتلاقي حد منهم. ده غير ان في 4 كمان مشوا من القائمه دي، وكل اللي هتلاقيه 4 حراس مرمى و24 لاعب اللي هتلعبوا بيهم في افريقيا، وانت جاي تتكلم على كهربا ومحسسني بانتصار رهيب قوي من الخطاب اللي اتبعت امبارح بخصوص كهربا. طب عشان كده يجب اللي روجوا الشائعات في الايام اللي فاتت ان يعتذروا لنادي الزمالك ويعتذروا لمجلس اداره نادي الزمالك وجمهور نادي الزمالك. هو مين اللي روج شائعات ومين اللي عايزه يعتذر؟ بس انا نفسي افهم، بس هو مين اللي بيملى دماغكم بالكلام الفارغ ده؟ انا عارف هو مفيش غيره، هو ميزو الدجال ده اللي على طول عايزها تولع. ميزو الدجال اللي عمل لايف امبارح وعمال يقول لك بقى انفراد وصدقه ما طرحته وجمعته والشويتين بتوعه دول، وبيتكلم على الخطاب اللي جه امبارح للزمالك واتحاد الكوره، وقال ان الفيفا ادت كهربا مهله 60 يوم لدفع 2 مليون و400 الف دولار لنادي الزمالك، وفي حاله عدم الدفع خلال ال 60 يوم سيمنع من ممارسه اي نشاط رياضي لمده 6 اشهر. وطبعا بقى عمال يلقح بكلامه على المهندس الاستاذ عامر العمايره، هو خبير لوائح بجد غصب عنه. وليه بقول غصب عنه؟ لان ببساطه اي حاجه قالها عامر عمايره لحد دلوقتي هي اللي حصلت فعلا. ويا عيني الناس الغلابه اللي بتتابع ميزو الدجال وبتروح تشتم وتهاجم عامر العمايره وبيشيدوا بالدجال اللي ماشيين وراه. الله، الناس دي جنسان. لا، وكلهم بقى بيقولوا للمهندس عامر العمايره انه لازم يعتذر لميدو الدجال ويقفل الاكونت بتاع تويتر زي ما هو قال، لان استاذ عامر العمايره قال لو كهربا توقف في فبراير او قبل سبتمبر اللي جاي اقفل الاكونت بتاعي. فيقوم بقى الاستاذ عامر العمايره يعمل ايه؟ يكتب لهم كده: كهربا مستمر في اللعب لنهايه الموسم ولن يتم ايقافه، نقطه ومن اول السطر. الاهلي بيلاعب ريال مدريد الاسباني، يعني راجل ثابت على موقفه وما اتغيرش، واللاعب بيلعب اهو دلوقتي في كاس العالم ولسه هيلعب بعد كاس العالم. حد هيقول لي بقى طب قرار الفيفا ولا لجنه الانضباط ده معناه ايه؟ هو مش كده لو ما دفعش في خلال الشهرين المهله هيتوقف تاني 6 شهور؟ هقول لك تعالى لي بس واحده واحده. اولا اللي طلع يزيد بالقرار ده ويقول لك انتصر والشغل ده، هو ده مش نفس الشخص اللي قال لك كهربا مش هيشم النجيله الا لما يدفع؟ وشفنا كهربا شم النجيله ومن غير ما يدفع وسف فرقتكم النجيله حتى بأمارة الجون اللي حطه صح. فاكر ولا مش فاكر يا ابو تلاتة؟ وبعد كده طلع قال لك مشاركته غير قانونيه وان اتحاد الكره تآمر وخلاه يشارك في الدوري، وده اجراء غير قانوني، واحتمال الاهلي يخسر نقط المباريات اللي شارك فيها كهربا، وده اللي ما حصلش. ده غير بقى ان خبير اللوائح الفيك اللي احنا شايفينه ده دجال كان منزل بوست بيحتفل بيه لما جه جواب للاتحاد، الجواب اللي المفروض خلى كهربا يلعب، وقال ان الاهلي تسبب انه يحرك المياه الراكده في الفيفا وخلاهم ياخدوا بالهم من موضوع كهربا، وبعتوا بسبب خطاب الاهلي جواب بان كهربا ما يشاركش الا لما يدفع الفلوس، وبيتريق بقى على الاهلي بيقول له نشكركم على حسن تعاونكم معنا. وطلع في الاخر ايه الخطاب ده اللي لعب بسببه كهربا؟ خبير يعني، ويطلع في الاخر ناس تمشي وراه وتصدقه ويهاجموا الراجل التاني اللي ما غلطش في ولا كلمه حتى من ايام سافيو، فاكرين؟ بتنسوا. المهم قال لك كمان ان كهربا مش هيلعب في كاس العالم للانديه. اذا كان اتحاد الكره هنا هيتآمر فالفيفا اكيد مش هيتآمر. وكهربا لعب كمان في كاس العالم وقدام ريال مدريد، وبالاماره كنت انت قاعد بتتفرج عليه وهو بيلعب في كاس العالم وفريقك هنا بيشيل بنفاركو الادويه بالثلاثه. لا وفرحان كمان بالمهله اللي اداها الفيفا اللي هي 60 يوم لكهربا انه يلعب فيهم. انت عارف كهربا في ال 60 يوم دول ممكن يعمل فيهم ايه؟ ممكن يلعب كام مباراه؟ ده الاهلي ان شاء الله هيكون خلص دور المجموعات في افريقيا غير الدوري اللي هيكون لعب فيه بتاع 6-7 ماتشات. يعني المفروض انتوا اللي تحزنوا بالقرار
القرار ده. وتعالى يا سيدي بقى في موضوع الشهرين بتوع كهربا، ازاي ممكن يلعب من غير ما يدفع بعد الشهرين دول، ومش انا اللي هرد عليه. وتعالى نشوف محامي كهربا وهو بيرد على ميزو الدجال، بيقول له سمعتك، وبيقول له كمان انا مستغربك بجد. قلت لا يمكن لعب مباراه سموحه ولعب واحرز هدف، قلت لا يمكن هيلعب تاني ولعب واحرز هدف، قلت لا يمكن يلعب كاس العالم للانديه ولعب 3 مباريات واخرهم ريال مدريد. بجد انت فرحان بمهله 60 يوم وانا لسه بلعب وعندي طعن في القرار في خلال 10 ايام؟ قابلني في شهر 8، اثبت مكانك لحد ما ارجع. كعب الغزال يا فولت. يا مالها بردت كده ليه؟ ولا اني باينني جعان؟ تمام قوي، يعني لسه بدري ولسه في طعن ولسه بدري على الموضوع ده، وعموما هيبان كل حاجه في خلال الشهرين اللي جايين دول او حتى بعدهم. فوالله لو لعب بعد الشهرين من غير ما يدفع يبقى المهندس عامر هو اللي صح، ما لعبش وتوقف، وان شاء الله مش هيحصل، لان ان شاء الله اكيد هيكون موضوع الفلوس اتحل واتدفعت وهيلعب برضه. ومش هقول لك برضه ان انت اللي صح، عارف ليه؟ عشان انت انسان مريض. والله يا جماعه ده كائن مريض عنده مرض اسمه كهروب فولتا عالي، ده مرض نادر وما بيجيش غير للدجالين امثاله. ليه بقى؟ لان اصلا اللي عمل الحوار ده كله كان هو. حتى موضوع استاذ عامر العمايره والجدال الكبير اللي حاصل من ساعتها هو اللي سبب فيه، هو الدجال اللي فضل يتكلم عليه ويسخر منه ويسخر من اسمه كمان ويقول عليه بيهبد والكلام ده، وخلى الراجل يرد عليه وباللوائح والقوانين بجد. والراجل في الاول ولا كان بيتكلم عليه ولا بيجيب سيرته. انتوا متخيلين يا جماعه ان الكائن المريض ده انه حتى لما كان بيتكلم عن مصيبه زي الزلزال اللي ضرب سوريا وتركيا، ربنا معاهم يا رب ويرحم موتاهم يشفي مصابيهم، تخيلوا هو بيتكلم عن لاعب مفقود وملعب تحطم على اللعيبه والجهاز الفني. تخيلوا كده ايه اللي ممكن يتكتب في خبر زي ده. نادي هاتاي سبور التركي الذي كان يلعب له كهربا معارا قبل ايقافه بقرار فيفا تهدم، وفرق البحث تبحث عن لاعبين ما زالوا تحت الانقاض. انتوا متخيلين في مصيبه زي دي بدل ما يقول الخبر ويدعي ان هم يلاقوهم او يقول حتى الخبر ويسكت، تخيلوا انه يلقح على كهربا. انتوا متخيلين العقليه؟ لا والانقح بقى عقليه اللي بيتابعوه. بص ده مثلا وهو بيعلق على اللي قاله بركات كهربا في كل مكان. يا خبر ابيض يا جماعه، الناس في كارثه وزلزال والاف ماتوا ولسه في ناس ما لقوهمش وانتوا بتلقحوا على كهربا. انتوا معمولين من ايه؟ استغفر الله العظيم يا رب. مع الاسف هي دي الناس اللي احنا عايشين معاها، الناس اللي بوشين دي اللي بتقول ان الاهلي واللي بيعمله مع عبد الله السعيد ده حرام، وسيبوا اللاعب يلعب ما تضيعوش مستقبله. وهم نفس الناس ونفس الدجال اللي بيقول على كهربا انه لازم يدفع او يبطل كوره واي نشاط رياضي ويسخروا منه في اي فرصه. ناس ما عندهاش دم. بس كده دي كانت كل حاجه معانا النهارده، يا رب تكونوا استمتعتوا معانا. وكان معاكم محمد كمال وانا مصطفى طلعت. سلام عليكم.